النهارده هعمل معاكم ملك الشتاء، محشي الكرنب. معايا هنا بصلتين مفرومين، ومعايا فلفل اسود وملح وبابريكا ومعلقه هريسه شطه، ومعايا عصير طماطم. وهنا جبت حله، حطيت فيها زيت. مش بحب احط سمنه ولا دهنه ولا كده، لانها بتعمل في الاكل وكده، لما وكل شويه بتحتاجي ان انت تسخنيه. وبعدين نزلت بالبصل، شوحته تشويحه وكده. وبعدين نزلت بقى بالفلفل الاسود والملح والبابريكا ومعلقه هريسه الشطه. تمام. بتبقى حلوه هريسه الشطه والبابريكا، بيحمروا لك الصلصه، حتى لو مفيش عندك طماطم كتير وكده يعني. وبعدين هنا كنت كل شويه اروح ابص عليها اشوفها اتسبكت ولا لا، لحد هنا ما لقيتها اتسبكت خلاص. وكنت هنا بقى محضره الرز. كنت جايبه رز على حسب الكميه اللي عندي. تمام، كميه الكرنب اللي عندي. وغسلتها كويس قوي وصفيتها. بغسله قبل ما احطه على الرز والصلصه، على الصلصه والخضره على طول، علشان يبقى الحبايه جوه مفلفله، مش معجنه يعني. متغسلوهوش وتركنيه شويه وبعدين تحطيه او كده، او تشوحيه شويه على النار لا، مش بيبقى حلو. تمام. وهنا بدات احط الصلصه على الخضره، واقلبها كويس لحد ما امتزجوا ببعض، وحطيت الرز عليهم. تمام. وهنا بدأت بقى ايه، قلبتهم وكده، وحطيتهم بقى على جنب. تمام. وكان عندي الكرومب اللي عندي ده، انا جايباه ومفرزاه، حطاه في الفريزر يعني، متقطع جاهز. جبته وسلقته وحطيته متقطع جاهز، بحيث ان هو يسهل عليا العمايل وكده. وبعدين بدأت اخد بالمعلقة كده على قد صباع المحشي والف. والف الصوابع، يعني الصوابع على قد ما اقدر ان هي تكون كلها حجم واحد. والله يا جماعه، هو المحشي صوابعه رفيعه، معرفش هو ليه باين في الكاميرا تخين قوي كده. بس والله هو صوابعه رفيعه يعني. تمام. وبعدين هنا حطيت الشوربه عليه، وحطيت قرنين فلفل حامي. تمام. علشان يحموا الاكل شويه يعني، يخلوا له طعم بقى وكده. تمام. وهنا بقى كان خلاص استوى. اللي في الجنب ده انا بحب احمره، مش متحروق، لا، هو متحمر جامد، لان بيدي طعم حلو كده. اللي هما بيبقوا في الاطراف المتحمرين قوي دول بيدوا طعم جامد قوي. وكمان يعني القعر من تحت كده بيبقى ساعات كده متحمر كمان، بيبقى طعمه حلو قوي قوي كمان. و وده كان الشكل النهائي للمحشي. اتمنى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. ولو عايزين اجرب اكله مثلا انتوا عايزينها، قولولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله باذن الله هجربها لكم.